الفيديو بتاعنا مميز وجميل. كلنا بنحب الطحينة وخصوصا مع المشاوي ومع الأسماك. طبعا الطحينة حاجة مفضلة بالنسبة لكم. طبعا بره بيبيعوها بالغالي قوي، وطبعا السمسم هو غالي كده كده غالي، بس هنعملها نظيفة ومضمونة في البيت مع بعض بأفضل طريقة. حبايبي اللي لسه بيشوفوا القناة لأول مرة، ما تنسونيش تشتركوا في القناة، وطبعا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد، واللايك الجميل منكم عشان يرفع الفيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض الطحينة البيت الجميلة الخام، بتبقى جميلة جدا. طبعا ان انت تعملي فيها مع المشاوي، تعملي الطحينة مع المشاوي ومع الاسماك، هتبقى تحفة بصراحة. لان جربت الطحينة من بره في المطعم كده، سمك، جبنا سمك من مطعم دون ذكر اسماء، كانت الطحينة تحس ان هي عيش مبلول ومحطوط عليه شوية طحينة بس كده. هي دي الطحينة، لكن بتاع البيت بتبقى جميلة جدا. عندي المكونات بتاعتي: السمسم، عندي كوبايتين سمسم ابيض اللي هو حلواني، ربع كوبايه من الدقيق، وكوبايه واحده من الزيت. نفس الكوبايه اللي انا بعاير بيها السمسم بعاير بيها الدقيق، بعاير بيها الزيت. طبعا السمسم الحلواني الابيض ده لازم ياخد له كده، يشم النار شويه، تحميصه كده خفيفه. يلا بينا. ادي الطاسه انا حطاها على النار. طبعا هقلب كده تقليبه خفيفه، انا مش عايزه لونه يغير عشان الطحينه بتاعتي تبقى فاتحه اهو كده. خليه بس يشم النار شويه. هذا حبايبي تقليبه كده بس بحيث ان هو يسخن، عشان لما نبدا نعمله في المطحنه في الكبه تحس ان هو بيطلع زيت كده منه لنفسه اهو. درجه الحراره كده تقدري تستحمليها. هقفل بقى البوتاجاز بالشكل ده. هو كده خد تحميصه كويسه بس من غير ما لونه يغير. انت لو حطيتي دلوقتي هتتلسعي. يلا بينا على الكبة على طول. والسمسم بتاعنا سخن كده، هنحطه في الكبة ونطحنه على طول دلوقتي. هذا حبايبي بعد ما عملته في الكبة، شايفين من كتر الزيوت اللي طالعه تحس ان هو شابك في بعضيه. هبدأ بقى اجيب الخلاط. عايزه تجيب الخلاط، عايزه تجيب الكبة، براحتك خالص. انا هجيب الكبة بتاعتي. هبدأ احط الزيت اهو، الزيت بتاعي كله. هعمل حركة كده عشان الطحينة بتاعتي ما تفصلش مني، لان في ناس كتير بتشتكي من ان الطحينة بتفصل. طبعا هحط الزيت بتاعي في الكبة، وهبتدي ان انا اشغل عليه الكبة كده لوحدي. ايه ده؟ جننت لوحدي؟ لوحدي عشان ما يفصلش مني بالشكل ده. شايفين حبايبي الزيت بتاعنا لونه فتح خالص. هبدأ ان انا اشيل الغطا كده اهو، شايفين الشكل. هبدأ بقى انزل بالسمسم بتاعي. بسم الله. هبدأ ان انا اضربه ضربة كده خفيفة. احنا ما حطيناش لغاية دلوقتي الدقيق. انا هعمل الاول السمسم وبعد كده هحط عليه الدقيق. هبتدي ان انا اخفض كده. هبدأ بقى ان انا انزل بشوية الدقيق بتوعي دول اللي هم نص كوباية اهو. شايفين شكل الطحينة فظيع جميل بصراحة. هبدأ ان انا اضيف الدقيق واخفقه وارجع. شايفين شكل الطحينة حبايبي؟ يعني دي طحينة خام، تاخدوا منها كده معلقة واحدة بس وتعملوا عليها طبق طحينة كبير. ده طبعا تحطوه في برطمان وتحطوه في التلاجة وقت ما تحتاجوا تستخدموه. وادي حبايبي حطيناه في برطمان اهو.
وادي عملنا طبق كده طحينة ناكله جميل جدا. ممكن تحط الطحينة مع عسل يبقى تحفة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامة.